السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. غنشارك معكم الكوتي ديالي اليوم. غادي نصايب فيه الكيكة، هي هذه. غادي نبدا بالمقادير. عندي هنا 6 البيضات، عندي كاسين سنيدة وهذا، شوية الملحة، عندي فاني وهذا، هاد الخمارات غنديرهم مع الطحين. عندي واحد دانون ديال فاني، عندي الخل، غادي ندير واحد نص كاس ديال الخل. ضروري الخل كيكون في الكيكه. ماشي نص كاس صغير، ماشي نص كبير. غادي ندير الزيت، هادي كاس ديال الزيت. غادي ندير هادشي في الخلاط الكهربائي ونعاود. بعد ما دوزت هذاك الخليط كله في الميكسور، غنخويه هنايا، لحقاش ضروري خص هذاك الزيت وهذا كلشي يتخلطوا مزيان. عندي هنايا الطحين، عندي 3 الكيسان ديال العنبه ديال الفرص ديال الحلوى. غادي نشوف شحال واش غادي يتهزو كله ولا غير منه. انا راني غربته من قبل. هادو 3 الخمارات غنديرهم حتى هما. غادي ندير شويه ديال الطحين، نحاول نخلطهم بحال هكا. نزيد هذاك الطحين، غنديرو كله بان راه الخليط مخلوط. دابا هو تخلط الخليط ديالي. عندي هاد المول دهنته بالزبده ودرت له شويه ديال الدقيق ودرته في المجمد واحد 4 ساعة هكا قبل ما نبدا. دابا غادي ندير هاد الخليط. دابا غنديرو يطيب في الفران بارد. راه ما درتش هذاك الشيء كله لحقاش المول ما خصوش يكون عامر. بالنسبه للاطا درت تحت منها هاد المقله الثقيله، هي اللي غادي نديرها من تحت، عاد ندير عليها باش الكيكه طيب على خاطرها. ضروري كندير لها هاد المقله الثقيله من تحت ملي كنجي نديرها في الفران. هذيك شويه د العجين اللي شاطلي درتو في هاد المول الصغيور. بالنسبه للعافيه شعلت عليها 170 درجه الحراره في الران ديال الضو. دابا غادي نبدا نصايب الحرشه. انا المقله ديالي كنعبر بهاد الكاسرونه الصغيره، هي اللي كنعبر عليها شحال غتهز ليا ديال السميده. هاد الكاسرونه الصغيره كنحيد منها واحد شويه باش نغسل في ثمن نص كاس هكا. دابا غادي ندير هذه الملحه، وعندي هنايا شويه الخميره ديال العجينه هي اللي غادي ندير، والزيت.
درت الملحه وغادي نزيد عليها زيت الزيتون وغادي نحاول نخلط هذا الزيت مع السميده. دابا من بعد ما خلطت هذاك الزيت مع السميده غادي ندير الخميره غنديرها في هذا الجنيب ونخوي عليها الماء. خاش ما خلطتهاش ما درت فيها الماء في الاول، نحاول نديرها دابا باش تذوب. دابا غادي نحاول ندير عليها الماء وما غاديش نعجنها، غير بالراس ديال صبعاني كنرولها. ايه هكا. دابا صافي بركه عليها. دابا غادي نجيب المقله، هي هذه المقله الثقيله، غندهنها بشويه الزبده، ندهنها بالزبده باش ما تلصقليش الحرشه في القاع ديال المقله. بعد ما دهنتها كلها بالزبده غندردر عليها شويه ديال السميده. دابا غنولي لهذه حتى هي غندردر عليها شويه ديال السميده. بعد ما قاديتها بحال هكا غادي ندير لها واحد التقبه في الوسط باش ما تنفخ، وندير هذا بطاط. عندي هنايا الملاوي صيبتهم من قبل، كانوا عندي في الفريغو جامدين، حتى هما غادي نجبدهم. هما مصايبين قادين، غير نزلو شويه باش نبدا نطيب فيهم. هما بداو يطلقوا. غنطلقوا شويه على ما طيب الحرشه باش تخوى ليا المقله، ونطيبهم حتى هما. دابا غادي نقلب هاد الحرشه. هاد السميده اللي لاصقه غنحيدها وعاد نرجع الحرشه. دابا الحرشه ديالي ها هي طابت، غنبدا نطيب الملاوي. دابا انا كنسرح هذوك الملاوي اللي كانوا عندي في الفريغو جامدين، يعني كانوا عندي من قبل، كنسرحهم وغادي نطيبهم. انا طيبت الاولى هي هذه، غادي ندير الثانيه ندير لها الزيت على الوجه ديالها.
بعد ما طابت الكيكه ديالي هي هذه، غادي نزينها بالشكلاط، شكلاط الكحل هو هذا، وغادي نزينها بهذا البسكوي هذا كما كان. غادي نهرمشو شويه في الهشوه بها، غادي نزينها. هذه هي الكيكه اللي شاركت معكم، جات بحال هكا. هذه هي، وهادو الملاوي كيجيو زوينين، هانتي كيجيو مفسوخين، واخا كيبقاو في الفريغو حتى شهر غير مفروقين ما طايبين ما والو، كيجيو زوينين، كيجيو فنين زعما ما نقول لكمش عليهم كيفاش جاو. هذا هو التوصيل الملاوي ديالي. وحده هذه الكيكه، هذه الحرشه هي اللي صايبتها. هادو القرص صايبتهم ما شاركتهمش معكم، ان شاء الله حتى شي مره نصايبهم. هذه الكرواسون فايته مصايبها معكم، هاد الكرواسه هذه حتى هي وجدتها البارح. وهذا هو الكوتي ديال الضياف ديالي، هذا هو. هذه الكيكه مازال ان شاء الله ما ساليت، هذا غير هادشي ديال